السلام عليكم، ايه الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. من حوالي كام شهر في المانيا هنا ظهر لنا موقع اسمه تيمو، والموقع ده عامل زي امازون بس هو موقع صيني. والحقيقه كان فيه عروض كتير قوي جوه الموقع ده، وانا كنت واحد من اللي استغلوا العروض دي. كان بيديك لو انت اشتريت 5 منتجات يديك عليهم 5 هديه، لو انت اشتريت 7 يديك 3 وهكذا. فانا طلبت منه 3 اوردرات واشتريت منه 27 منتج. هنعمل ان شاء الله ليهم مع بعض تجربه ونشوف الجوده بتاعه المنتجات اللي موجوده على موقع تيمو. بالنسبه للتقييمات الموجوده على الموقع فهنشوف مع بعض المنتجات وانت تحكم عليها اذا كانت كويسه فعلا ولا لا، لان في منتجات ما عجبتنيش ممكن تعجبك انت. وهنبدا باول منتج واللي انا عملت عنه فيديو شورت قبل كده، وهو علبه الوصلات بتاعه الموبايل. هنبدا مع بعض بعلبه الوصلات، والعلبه دي احلى حاجه فيها انها صغيره وان انت ممكن تاخدها معاك في اي مكان. لو فتحنا العلبه دي مع بعض هنلاقي جواها اول حاجه وصله تايب سي لتايب سي. طبعا كل المنافذ بتاعه الشحن حاليا واصله من تايب سي لتايب سي، اغلب الشواحن حاليا من تايب سي. وموجود جواها برده وصلتين، وصله منهم بيحول لك اي طرف من الاثنين دول لوصله مايكرو اللي هي القديمه بتاعه اجهزه سامسونج، او الطرف مثلا منهم لابل، وصلات ابل. بالتالي انت تقدر تشحن اي موبايل معاك، كل ده بالعلبه الصغيره دي، وممكن تاخدها معاك في اي مكان وتبلغ على اصحابك وان انت تقول له معلش يا اسطى فين راس الشحن والحاجات دي، وتقوم يعني ترخم عليها. طبعا بعدها هو مش هيفتح لك باب البيت تاني. في برضه وصله هنا حلوه، لو انت الشاحن بتاعك ما فيهوش مخرج تايب سي هتاخد مخرج من الاثنين دول وتدخله في الوصله دي من هنا كده، اتحولت لليو اس بي عادي. فلو انت معاك الشاحن القديم اللي هو ما فيهوش مخرج تايب سي تقدر تستخدم الوصله دي عادي برضه جدا. يعني كده كده في الاخر انت هترافق صاحبك مش بعيد يطردك من البيت. في برضه اللي هي البين تول. البين تول دي طبعا يعني عارف انت ممكن تستخدمها بره ليه، بس قشطه لو انت بتشتري خط مثلا او حاجه وعايز تغير الشريحه وعايز تعمل اي حاجه بالموبايل، او نفس سماح الموبايل بتاعك وعايز تسلع الشريحه منه، فالبين تول اكيد انت هتحتاجها في وقت زي ده. طبعا في مكانين ان انت تحط فيهم خطوط موبايل، لو انت مثلا فكيت الخط بتاع الموبايل بتاعك وعايز ترجعه تحطه في العلبه مثلا بدل ما يضيع منك ولا حاجه، فانت بتحطه في العلبه وخلاص كده. تقييمي العلبه دي انا هديها 7.5/10 لان هي مفيده بس انا حاسس ان الكواليتي بتاعتها مش احسن حاجه. يعني مثلا وصلة السلك دي الكواليتي بتاعتها ما تستحملش مثلا لو انت شحنك سريع او حاجه ممكن تفرقع. يعني انا اديها 7.5/10 عشان كده. بصراحه انا مش حاسس ان هي وصله عمليه. العلبه كويسه وكل حاجه والوصلات دي مفيده جدا، بس لو انت موبايلك جديد مثلا او شحن سريع او حاجه ممكن يبوظ الدنيا معاك، وممكن تبقى انت اللي بتدفع ثمن الوصلات بتاعت موقع تاني. لكن ده ما يمنعش ان العلبه مفيده وعمليه لو موبايلك مش حديث او موبايلك مثلا مش غالي فعادي، او بيشحن بشحن بطيء فده عادي بالنسبه لك. ده بالنسبه لاول منتج معانا من موقع تيمو. المنتج اللي بعده كان ستاند. انا كنت حابب ان انا اشتري ستاند للموبايل فجبت كذا ستاند. ده اول ستاند منهم هنعرضه النهارده في الفيديو بتاع النهارده. الستاند ده الكواليتي بتاعته تحسها حلوه، يعني هي بلاستيك بس تحس ان هي الكواليتي بتاعته قويه شويه لحد ما تيجي بقى تسحب الستاند من هنا، فالجزء ده تحس ان هو ضعيف جدا. الجزء ده الخامه بتاعته تحسها مش قويه، لكن المنتج نفسه تحس ان هو كويس. وطبعا عشان موبايل فالموبايل مش هيبقى تقيل، يعني انت مش هتحط على حاجه 5 كيلو مثلا. لكن المشكله بتاعت الستاند ده في الاجزاء دي بتقلب لتحت، فانت لو حطيت الموبايل هنا مثلا هو خلاص كده اتقلب. فدي مشكله من الاجزاء دي بتقلب لتحت. هي ليها مدخل هنا، لو خرجت لو سحبتها لبره هي كده خلاص هي خرجت من المدخل بتاعها، لازم تركبها. لها مدخل هنا كده لازم تركبها جواه عشان الستاند يبقى محكم. بس المشكله ان هو مش بيقفل كويس، فدايما تلاقيه بيقلب معاه. المنتج ده اديله مثلا يعني اديله 6/10، لا ياخد 6/10. هو كويس في كل حاجه بس في حته المشكله اللي هي بتاعت الجزء اللي بتقلب دي. اللي بعده ندخل بقى على المنتج اللي بعده. طبعا للاسف انا كل العلب بتاعت المنتجات دي انا رميتها، لان العلب دي عندي تقريبا من 3 4 شهور او حاجه من ساعه ما الموقع ظهر وانا جبتها. كارت الميموري ده من شركه لينوفو، وكارت الميموري ده 64 جيجا والمفروض انه سرعته 100 ميجا في الثانيه. انا كنت جايبه للتابلت وبصراحه لا الكارت ده كويس. الكارت ده انا اديله 9/10 لان هو فعلا سرعته عاليه وعجبني، وانا بستخدمه حاليا كانه فلاشه. حطه في ريدر بدخله في الريدر هنا وخلاص، وبستخدمه كانه فلاشه احط عليها افلام مثلا واشغلها على الشاشه وكده. فده المنتج الثالث. المنتج ده كويس من شركه لينوفو، عشان كده دايما انا بحب اشتري المنتجات اللي يكون ليها اسم معروف، سامسونج، ابل، لينوفو، هواوي، الشركات اللي احنا عارفينها، شاومي، الكلام ده. فطالما انت عارف اسم الشركه، اوبو مثلا، الحاجات دي بتبقى المنتج بنسبه كبيره انت مأمن عليه. عشان كده انا بحب اجيب المنتجات المعروفه. اللي بعده جبت فلاشتين، وكل واحد فيهم منتج بس احنا هندخلهم مع بعض في منتج واحد. الفلاشه الاولانيه دي فلاشه عاديه خالص، كانت كام جيجا والله ما فاكر. هنجربهم مع بعض ونشوف هم كانوا كام جيجا لان انا نسيت. بوصلهم في الهب دي من شركه يوجرين، وبصراحه هب مفيده جدا. وده مش اعلان يا جماعه، انا لسه بادئ القناه ما حدش يعرفني اصلا، فده مش اعلان اكيد. كل فلاشه منهم 64 جيجا، دي حاجه حلوه. بس انا عشان عندي فلاشات كتير فتقريبا مش كل الفلاشات بستخدمها، بس الفلاشات الى حد ما شغاله كويس. هي بس تحس ان هي ضعيفه شويه بالنسبه مثلا لو قارنتها بكينج ستون مثلا او سان ديسك.
الفلاشات جودتها من بره بالذات خامات ضعيفه جدا، وده يقول لك ان هو ممكن مع الوقت تتحرق. انا جربتها في مره واحده، كنت عايز اطبع منها صور وحطيت عليها الصور ورحت اطبعها، ولما حطيتها في المكنه اللي هي تطبع الصور للاسف ما اشتغلتش وما لقيتش الصور عليها، بس لما بحط عليها فيلم ولا حاجه وباجي اجربها بتشتغل عادي. مش عارف هي ليه كانت مش قاريه الصور وكانت قاريه الفيديوهات، فممكن يكون دي مشكله في الفلاشات. انا بقول الكلام ده ليه وبعمل مراجعه لمنتجات موقع تيمو ليه؟ عشان لو انت في المانيا هنا وعايز تشتري اي منتج من منتجات موقع تيمو لازم تبقى عامل حسابك ان انت ممكن المنتج بتاعك ما يطلعش شغال. زي الفلاشه دي مثلا، والفلاشه دي انا جبتها على اساس ان هي يتوصل منها فيها طرف تايب سي والطرف الثاني يو اس بي عادي، فانا هقدر استخدمها للموبايل بشكل مباشر، مش محتاج مثلا او تي جي او مش محتاج هاب زي بتاعه يوجرين مثلا. لكن للاسف لقيت الطرف التايب سي ده مش شغال، وبعت الموقع قلت لهم ان يا جماعه الطرف التايب سي ده مش شغال، فهم مشكورين رجعوا لي ثمن الفلاشه وما خدوش فلوس، فقالوا لي مش عايزينها وان احنا بنعتذر وكده، فدي حاجه من كويسه. برضو كان في وصله هنا برضو جبتها من موقع امازون وكانت مش شغاله، كلمتهم وقلت لهم ان الوصله مش شغاله. الوصله دي اللي هي برضو ثواني اجيبها لكم، كانت الوصله دي لللابتوب عشان لو انت عندك مخرج واحد وكذا مخرج وعايز تزودهم، يعني المخرج من ده يو اس بي عادي يجيب لك 4 مخارج يو اس بي. فالوصله دي انا كنت شاريها من موقع امازون، كان معمول عليها ريفيوهات ان هي سرعتها بتعدي 100 ميجا في الثانيه و200 ميجا في الثانيه والكلام ده. لما جيت اشوفها هنا بصراحه لقيتها بتجيب مثلا 20 كيلو 50 كيلو بالكتير، يعني حتى ما جابتش 1 ميجا. فبعت الموقع امازون فقالوا لي لا مش عايزين الوصله ورجعوا لي فلوسها وقالوا احنا بنعتذر لك وخلاص مش محتاجين الوصله. فدي برده حاجه كويسه ان موقع تيم برده نفس القصه، قال لي احنا مش محتاجين الفلاشه وخدها مش عايزينها وبعتوا لي فلوسها عادي جدا. فده بالنسبه للفلاشات. نيجي بقى لاخر 3 منتجات معانا، منتج منهم انا بستخدمه تقريبا بشكل يومي وهو فواحه. الفواحه دي بتشتغل بيو اس بي مايكرو عادي، مش يو اس بي سي للاسف، يو اس بي مايكرو عادي اللي هو القديم بتاع سامسونج، وبيضغط على الزرار هنا. كل اللي انت بتعمله انت بتعبيها مثلا معطر او حاجه هنا جواها وخلاص، تبتدي تشغلها تفضل منوره بقى وانت مشغلها وتقعد تعمل لك جو كده، تحس ان انت قاعد في بخور. عارف انت المبخره لما امك تيجي يوم الجمعه كده تقول لك قوم يلا الحاجات دي وتلاقي حاطط لك حطب ومش عارف ايه الحاجات دي، فدي بقى ايه، دي بديل الحطب. عشان الحطب دلوقتي محتاج تجيب يكون عندك ذره والكلام ده، الموضوع ده بقى صعب دلوقتي، فدي المبخره ماشي. فانا تقريبا بشغلها كل يوم، سيبها شغاله جنبنا، ريحتها حلوه والله مفيده. البتاعه دي مفيده حلو. نيجي بقى اخر كام منتج، اخر 3 منتجات. طب احنا كنا سقطنا واحد. الشنطه دي انا جبتها على اساس ان هي هتلم لي زي ما مكتوب هنا الفلاشات والوصلات ورؤوس الشواحن والحاجات دي. الشنطه بصراحه كانت يعني هي مفيده وعمليه. انا جبت 2 وجبت واحده تانية سلوك بس. الشنطه من جوه كويسه، فممكن مثلا لو انت عندك كاميرا ولا حاجه وعايز تاخدها تحط مثلا هنا ريموتات مش عارف ايه، لو انت مثلا بتخرج تحط وصلات فلاشات كروت ميموري كده يعني. فانا عاملها كده، انا طبعا مفضيها دلوقتي عشان اعمل الفيديو، لكن انا جبت منها شنطتين وجبت شنطه ثالثه هبقى اوريها لكم ان شاء الله في فيديو جاي. فلكن هي جودتها حلوه، وكمان فيها ميزه ان انت بتفك الحاجات دي وتعرف تبدل مثلا التنسيق بتاعها وترتب براحتك بقى، شوف انت عايز تحط ايه هنا الحاجات دي. بصراحه لا هي خامتها حلوه، هي خامتها من بره تحس انها عامله زي شنطه المدرسه شويه. يعني انا لما مسكتها افتكرت ايام ابتدائي، لان الخامه بتاعتها تحس ان هي عارف انت الخامه دي سنه هي دي، بس انا مش عارف اقربها لك ازاي بصراحه، السنه قديم شويه. ده بالنسبه للشنطه. المنتج بقى اللي قبل الاخير ده حاجة أنا طبعا الواحد بيبقى مغترب وكده فبيطبخ كتير، فبيحتاج حاجة زي مثلا اللي أنت هتشوفها دلوقتي بخاخ الزيت. بخاخ الزيت ده طبعا عشان الاير فراير وكده، لو أنت عايز ترش الأكل زيت قبل ما تحطه في الاير فراير. في حاجات أنا بحب أحطها عليها زيت قبل ما أحطها في الاير فراير لأن بيبقى طعمها رخم من غير الزيت، بس بصراحة أنا اتفاجئت إنها كبيرة أوي. أنا كنت فاكرها بقى بخاخ صغيرة زيت عادي، بس أنا مش جايب شكارة زيت يعني، ده هي أساسي بزيت. فبس لا هي طلعت حلوة بصراحة وخامتها حلوة. أنا مش هينفع أجربها دلوقتي، بس هي لا خامتها الكواليتي بتاعتها جميلة، وهديها 8.5 من 10. هي حلوة وممكن اديها اكتر من كده كمان والله، هي تستاهل وشغاله كويس وشكلها حلو يعني، برضو شكلها حلو. انا هديها 8.5 من 10. عمليه وانا بستخدمها بشكل يومي تقريبا، او مش يومي يعني، كل ما باجي اشغل اير فراير بستخدم. بس هي كده بصراحه. نيجي بقى على اخر منتج، وانا سبته للاخر عشان المنتج ده يعني انا ممكن اكسره، ولو كان ينفع في مصر والله كنت اديته لاي حد من الاولاد في البلد، بس للاسف المنتج ما ينفعش ينزل مصر. ده ما عملناش عنه فيديو شورت قبل كده، بس نعمله دلوقتي. المشكله درون. انا اشتريت 3 درونات، قلت بما ان الدرون هيبقى عامل 2 يورو ونص، الدرون المفروض منهم ب 50 يورو او حاجه او ب 60 يورو الرينج ده كده. في ناس بتبيعه على الفيسبوك مستعمل في حوالي 60 يورو 70 يورو، كل واحد بقى ايه وسعره. بس انت لو جيت مسكت الدرون هتحس ان هو لا يعلى على درونات دي جي اي، وان انت ما ينفعش تقارن اي درون موجود صيني بدي جي اي. بصراحه الكواليتي بتاعته هو لعبه، هو درون لعبه، هو ما يتقالش عنه غير ان هو درون لعبه. في بطاريه
بطاريه بتتحط من ورا هنا اهي. البطاريه دي المفروض ان هو مكتوب على الموقع والناس مديها تقييمات عاليه ان هو بيطير اكتر من 20 دقيقه، 25 دقيقه تقريبا، في رينج ده كده 20 25 دقيقه. انا جربته انا وصاحبي في ايام لما الدرون جه، يعني قبل ما الدنيا تمطر تلج وكده ما عرفش نخرج من البيوت، واتضح ان الدرون ده بيطير 3 4 دقايق تقريبا، وبعدها بينزل على الارض يعمل زي فرخه عادل امام، ما بيتحركش من مكانه. والله ما بيتحرك من مكانه. الكاميرا بتاعته زي ما انت شايف كده. بص يا صاحبي، ده منظر كاميرا تحطها بدرون ده. يا راجل يا راجل يا ظالم، اعمل فوكس عليها بقى ما تبقاش رخ. ها شوف اهي، دي كاميرا تحطها لي في درون بذمتك؟ ده هيطير فين ده؟ مش هيطير طبعا. الكواليتي بتاعت الريش بتاعته في ذمه الله برضه، فهو الدرون غلبان خالص. انا مش هينفع اطيره دلوقتي لان انا لو طيرته هيدمر لي الدنيا، بيدي يكسر الكاميرا. وانا جايب له اللي هو جايب معاه 2 بطاريه غير اللي جواه، يعني هو في 3 بطاريات. وفي البتوع دول بيتعلقوا هنا الجزء ده كده بالاربع اتجاهات، عشان لو انت بتطيره وجي مثلا يخبط في شجره او حاجه الريش دي ما تتكسرش، يفضل زي هو سليم ان شاء الله. يعني هي كانت تجربه فاشله، بس لولا ان هو يعني حلو يعني كشكل درون عندك، انا ممكن احطه مثلا في الاوضه ديكور مثلا كنت كسرته. ولو كنت في مصر كنت اديته لاي حد من الاولاد ولا حاجه، بس للاسف ممنوع في مصر، معرفش ليه. مع ان ده مش درون، يعني ده لو انت جيت هتعتبره لعبه، لان الكاميرا اللي فيه مكتوب عليها ان هي بيصور فول اتش دي و4K وكده. انا مش فاكر ده كان بيصور فول اتش دي ولا 4K، بس هو في المطلق مش بيصور حتى جوده 144. يعني عارف انت الجوده ال 144 لما تبقى ما عندكش نت، ده مش بيصور 144 حتى. انت متخيل الجويستيك بتاعه الى حد ما خامته مش سيئه، لكن طبعا ما يتقارنش بالدي جي اي مثلا. حطوا له هنا 3 بطاريات ورا، بطاريات عاديه. ممكن نبقى نعمل له ان شاء الله تجربه في مره كده لو احنا عرفنا نخرج، بس الجو حاليا مطر في المانيا. بس كده، دي كل حاجه كانت معانا النهارده. لو مهتم بمحتوى ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وتقول رايك في الكومنتات ايه اكتر منتج فيهم عجبك، وتديله تقييم كام، لان انا في منتجات عجبتني ممكن ما تعجبكش، فمستني رايك في الكومنتات. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، واشوفكم في فيديو جديد جاي ان شاء الله. سلام.